الحديث ده طول عمري كنت فاكره كله فضل من ربنا، بس لما نيجي نتأمل هنلاقي إن الحديث فيه فضل وعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة كاملة. لما نيجي نتأمل هنلاقي من هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف. ده فضل مش عدل. الفضل من الله إن أنت تعمل حسنة ربنا ضاعفها لك، ده فضل. ومن هم بحسنة فلم يعملها عجزا كتبها الله له حسنة كاملة. ده فضل من الله إن أنت ما تعملش خير وتاخد عليه حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله، مش فلم يعملها عجزا، كتبها الله له حسنة كاملة. وهنا وقفة التأمل، هنا فيها شيء من العدل. ازاي؟ انا دلوقتي هميت بسيئة، عايز اعمل الذنب ده، وافتكرت ربنا فخفت من ربنا فرجعت في كلامي. خفت من ربنا دي حسنة، عشان كده ربنا بيديلك عليها حسنة. عشان كده اللي هم بسيئة فلم يعملها عجزا كتبت له سيئة، لأن السيئة هنا إن أنت عايز تعصي. أنت ما عصيتش بس أنت عايز تعصي، فهنا أنت بتاخد سيئة عايز تعصي مش سيئة المعصية. أما فلم يعملها خوفا من الله، أنت هنا خدت حسنة وثواب خوفا من الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها، العلماء قالوا فلم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة، وهنا فضل وعدل. ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة كاملة، هنا العدل. العدل إن الواحد لما يغلط ياخد جزاء غلطه، سيئة كاملة. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم آمين.